السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ريحانة رشيد. اليوم ان شاء الله غادي نهيئ لكم واحد الوصفة اللي هي وصفة قديمة ومعروفة عندنا في المغرب، اللي هي ديال الخبيزة. انا من المحبين ديال هاد الاكلة، واليوم بغيت نهيئها وقلت علاش لا اللي ما تقاسمهاش انا وياكم. غادي نحضروها ان شاء الله. اول حاجة كناخذوا الخبيزة، غادي نقيوها. كناخذوا خبيزه بحال هذا الشكل. غادي نديرو غير الفتيين، يعني العويدات اللي هما فتيين واللي كيكونوا قاصحين كنحيدوهم. اول حاجه كنجي لهاد الراس الفوقاني، الا كان فتي كندير ليه بحال هكذا، بحال تنقشرو، تنحيد منه هذا. تناخذ مثلا بحال هاد العود هذا قاصح، كنحيدو من هاد الراس. هذا تا هو كذلك قاصح، كيف كتشوفوا القاصح كيكون واقف، غنحيدو تا هو. كيف قلت لكم كنديروا غير اللي فتيين. هذا تا هو كذلك قاصح، هادو اللي لداخل فتيين، يعني العود هو هذا، هادو اللي لداخل فتيين. ما كنديروش الورق كامل، كنديروا غير الوريقات اللي هما الداخلانيين فتيين. كنقيوهم بحال هكذا. كتولي عندنا على هذا الشكل. نقسموها بحال هكذا وتنحطو. نعاود معكم واحده اخرى. كنجيو لهاد الراس الفوقاني، تنحيدو هذه قاصحه، كنقيو بحال هكا، تنحيدو هاد القشره ديال العود بحال هكذا. هادو اللي قاصحين غنحيدوهم بحال هكذا. هذه هي قاصحه، حتى هي غادي نحيدوها. كنشوفوا اللي فتي بحال هذه غنحيدوها بحال هكذا من الوسط. تيبقاو عندنا غير الوريقات اللي فتيين الداخلانيين بهذه الطريقه كيف كتشوفوا. وتنحطو هادو هما اللي نقيت انا من قبل، كيف كتشوفوا هما وضعهم هنايا. هادو اللي باقي ما نقيتهمش، قلت لكم كنديروا غير الوريقات اللي فتيين. ملي كنساليو من التقطاع ديالها كناخذوها بحال هكذا، بحال هكذا. كناخذوه مجموعات بحال هكذا وتنقطعوه بالموس، تنقطعوه رقيق. نديرو قراده وتنقطعوها رقيقه ونديروها تفور. غادي نغسلوها بعدا مزيان مزيان ونديروها فشي شبكه تتسقطر مزيان، ونديروها في الكسكاس ونديروها تفور، ومن بعد غادي نتلاقاو. الماء الخبيزه اولا البقوله طابت، تفورت في الكسكاس هي هذه. دابا غادي نديرها في مقله، مقله ولا طنجره بحال بحال، لان مازال غنعاود نطيبوها. غادي نحتاجو للتوابل. التوابل اللي غادي نحتاجو ليها هي هذه. غادي نحتاجو الملح، البزار، الكمون، عندي معلقه كبيره ديال الكمون، الثومه، الحامض مسير، نص حامضه مسيره، شويه ديال السودانيه، شويه ديال القزبر حبوب مطحون، شويه ديال القزبر معدنوس، وهاد الفلفله الحمراء اللي هي تحميره اللي هي مصوبه في الدار، اللي جهزت شحال هادي. كنت نزلت فيديو، الا بغيتو تعرفوا طريقه التحضير غندير لكم الرابط تحت الفيديو. وشويه ديال الزيتون احمر
اللي هو حيدت ليه العظم، وشويه ديال زيت زيتون اللي هو كاس صغير ديال زيت الزيتون. غادي ناخذ هادشي كامل سبقوا معايا. غادي ندير دابا الملح على حسب الذوق، هي هذه. غادي نضيف معلقه صغيره ديال القزبر يابس، معلقه كبيره ديال الكمون، شويه ديال السودانيه اللي هي اختياريه، يمكن لكم تضيفوها كتعطي حتى هي اللذه. شويه ديال الثومه، عندي هنا 5 ديال الفصوص ديال الثوم مهروسين، القزبر ومعدنوس اللي هي بطه، عندي هنايا شويه ديال البزار معلقه صغيره، غنضيف نص مسيره اللي هو الحامض مخلل حتى هو كذلك غادي نضيفو، وغادي نضيف القطع ديال التحميره، نضيف الزيتون اللي هو محيد ليه العظم، عندي هنا زيتون حمر يمكن لكم ديروا الزيتون اللي كتبغيو، وغنضيف الكاس ديال زيت الزيتون. الخبيزه كتبغي زيت الزيتون. هادشي كامل غادي نخلطو مزيان، وغادي نديرو فوق النار يعني فوق العافيه مده ديال 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه مع التحراك حتى تندمج العناصر كامله، وهاد الخبيزه ديالنا كتشرب التوابل كامله، وعاد كنقدموها. البقوله اولا الخبيزه بعد ما وجدت، هذا هو الشكل ديالها النهائي. زينتها بشويه ديال الزيتون الاحمر، كتقدم دافئه، كتقدم مع الوجبات كسلطه. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وديروا جيم واشتركوا في القناه باش يوصلكم ان شاء الله الجديد، وما تنساوش تعليقاتكم واقتراحاتكم، والى الملتقى ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.